بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد متابعي قناتنا الكرام. في البداية ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات أسفل الفيديو ليصلكم منا كل جديد، وننقل إلى حضراتكم نشرتنا الإخبارية والتي تحمل العديد من الأخبار الهامة، ونبدأها بالعناوين. عاجل: بشاير صباح الاثنين لأصحاب المعاشات، دفعة جديدة تصرف اليوم. وثانيا بالفيديو أول تعليق من الرئيس السيسي على فيلم الممر وتعرف على طلبه من الأبطال. الجمهور يسأل ورانيا يوسف تجيب: الناس هي اللي بتحب تشوفني مثيرة. وطعنات السوشيال ميديا في قلب شهيد الشهامة محمود البنا. عاجل تفاصيل رد 900 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، مليون مبروك عليكم. وإلى حضراتكم تفاصيل هذه الأخبار، ونبدأها بخبرنا الرئيسي: عاجل بشاير خير يوم صباح الاثنين لأصحاب المعاشات، دفعة جديدة تصرف اليوم. إليكم أهم التفاصيل. تبدأ نقابة المعلمين اليوم الاثنين صرف دفعة معاشات أكتوبر للأعضاء، وذلك بعد التأكد من جاهزية ماكينات الصراف الآلي وضخ الأموال بها، واستعداد خدمة العملاء بالبنك لاستقبال الشكاوي وحلها في أسرع وقت. وطالبت النقابة جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية بالإعلان عن مواعيد الصرف في مكان بارز وواضح بمقراتهم، وذلك تخفيفا وتسهيلا على مستحقي صرف المعاشات. ومن المقرر أن تصرف النقابة دفعة معاشات أكتوبر للورثة فور توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال قيمة الدفعة. وتواجه نقابة المعلمين أزمة في المعاشات، وذلك لنتيجة لضعف الموارد الخاصة بها واعتمادها بشكل أساسي على تحصيل الاشتراكات ومكافأة امتحانات الثانوية العامة لعدم تعديل القانون الخاص بها. وننتقل بحضراتكم إلى تفاصيل خبرنا التالي. أول تعليق من الرئيس السيسي على فيلم الممر وتعرف على طلبه من الأبطال. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفيلم الممر في كلمته خلال الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة يوم الأحد بحضور أبطال الفيلم، ومنهم أحمد رزق وإياد نصار وشريف منير وهند صبري وأحمد رزق ومحمد فراج. حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي شكره لصناع الفيلم قائلا: أنا بشكركم، وبرضه بقول لكم إن الفيلم كانت رسالته جميلة جدا للمصريين كلهم، وأداء كل من شارك كان أداء يعكس روح مصرية تتكلم. الفيلم والأداء سواء القصة أو أداءكم اللي عكست به كل شرايح المجتمع المصري في الوقت ده وروحها تجاه بلدنا، والتأثر الكبير الذي حدث للشباب اللي ما شافش ده وعاشوا انتوا عشتوه الفترة دي. وتابع الرئيس السيسي قائلا: اتصور أن المخرجين والمنتجين أن التجربة قابلة للتكرار، وأنتم شفتوا حالة الالتفاف مش للجيش والشعب بس، لا، حالة الالتفاف حول مصر كلها بسبب الفيلم. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الفيلم يعكس دورا هاما قائلا: الفيلم يتصدى لمحاولات سلب عقول وآمال شعوبنا، نتمنى أن يكون على الأقل كل 6 شهور يبقى في فيلم كده عشان يفكر الناس ويساعدها انها تطمن اننا دولة وشعب تاريخه كده. السعيد اللي في الفيلم رمز للمصري الشجاع الذي لا يتخاذل ابدا امام اي تحدي. وبشكركم باسمي وباسم كل المصريين، وان شاء الله يبقى في فيلم ثاني وثالث. نحن بحاجة الى الكثير من هذه الافلام في المستقبل، وبشكركم شكرا جزيلا. وبالنسبة لتفاصيل خبرنا الثالث: الجمهور يسأل ورانيا يوسف تجيب: الناس هي اللي بتحب تشوفني مثيرة. إليكم أهم التفاصيل. قررت الفنانة رانيا يوسف أن تتواصل مع جمهورها ومتابعها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل مباشر، وتجيب على أسئلتهم في جلسة دردشة مفتوحة. استقبلت رانيا يوسف سؤالا من متابعة عبر حسابها الخاص على تويتر: ليه دايما بتتعمدي تثير الجدل بإطلالاتك؟ لترد رانيا يوسف على السؤال مجيبة: أنا مش بثير الجدل، أنا إنسانة طبيعية وعادية، الناس هي اللي بتحب تشوفني بثير الجدل. حيث كانت رانيا يوسف حضرت مؤخرا عرض فيلمها ليلة حب في افتتاح مهرجان
أرهس للسينما العربية في الدنمارك، وشاركت متابعيها عبر حسابها على انستغرام بصور أثناء تواجدها مع عدد من حضور عرض فيلمها. يشار إلى أن رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسلها مملكة إبليس خلال الفترة المقبلة مع بطولة غادة عادل وأحمد داوود وإيمان العاصي وخالد أنور وكريم قاسي ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، ومن تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجنايني. ورابعا، طعنات السوشيال ميديا في قلب شهيد الشهامة محمود البنا. السوشيال ميديا، تلك الأداة الجبارة في نقل وتداول المعلومات والأخبار، أصبحت في الفترات الأخيرة منبرا لنقل الأكاذيب والشائعات بكثرة، ولا فرق بين الشائعات السياسية والأمنية وحتى الاجتماعية. وآخر تلك الأكاذيب والشائعات قضية الشهيد الشهامة الشاب محمود البنا، الذي خرج علينا رواد السوشيال ميديا أن الفتاة أدلت بشهادتها في النيابة بأن الشهيد محمود هو من كان يعاكسها، والمتهم راجح هو من دافع عنها وقتله دفاعا عنها لأنه خطيبها. تلك هي الكذبة الأولى والتي انتشرت وبكثرة على جميع حسابات الفيسبوك. ولكن والدة الطالبة روناء التي دافع محمود البنا شهيد الشهامة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية عنها أثناء محاولة التعدي عليها بالضرب من قبل أشرف راجح، قالت: ابنتي حتى الآن لم تستدعى من قبل النيابة العامة للشهادة في قضية مقتل محمود البنا، وكلما أثير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول قيامه بالذهاب إلى النيابة العامة واعترافها بأن محمود البنا هو من قام بالتعدي عليها وأنها خطيبة المتهم لا أساس له من الصحة ومجرد شائعات فقط لا غير. والشائعة الثانية التي تم تداولها بكثرة أيضا أن والدة راجح المتهم الرئيسي بالقتل في قضية شهيد الشهامة محمود البنا عرضت 1,000,000 جنيه على أهل الشهيد للتصالح والتنازل على القضية، وهو ما نفاه والد الشاب القتيل محمود البنا شهيد الشهامة، مؤكدا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشأن هذا الأمر مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة. وأخيرا، عاجل تفاصيل رد 900 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، مبروك عليكم. كشفت مصادر حكومية مطلعة أن وزارة التضامن بدأت إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية لتنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة ستدعو جميع المعنيين بالقانون خلال الأيام المقبلة للاستماع لرؤيتهم حول اللائحة. وقالت المصادر إن اللائحة التنفيذية للقانون ستنظم عددا من الإجراءات المهمة التي تضمنها التشريع، وأبرز القواعد الخاصة باستثمار أموال التأمينات التي سمح القانون بضخ 75% منها في أذون الخزانة والباقي في أنشطة اقتصادية متنوعة، مع إمكانية تغيير هذه النسبة مستقبلا. وستترك اللائحة للامتيازات الاجتماعية الممنوحة لأصحاب المعاشات كالتخفيض في وسائل المواصلات والأندية وغيرها من الأمور التي تضمنها التشريع الجديد. ومن جانبه، قال جبال المراوي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الحكومة بدأت تطبيق المواد الخاصة بفض التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة لسداد الديون المقررة بنحو 898 مليار جنيها، ولكن تفعيل باقي المواد الخاصة بضمك وهيكلة صناديق التأمينات والنظام ككل سيبدأ في يناير 2020 بالتزامن مع إقرار اللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف المراغي للوطن أن القانون الجديد سيضع نظاما دقيقا لزيادة المعاشات وربطها بالتضخم لأول مرة، ما يضمن حياة كريمة ومستوى اجتماعي آدمي لأصحاب المعاشات، ووضع التشريع آلية قانونية لضمان زيادة المعاشات سنويا، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن وعدت اللجنة بعرض اللائحة التنفيذية عليها قبل إقرارها. وقال النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة إن اللجنة ستستكمل القوانين العمالية خلال دور الانعقاد الأخير الحالي بمناقشة التقرير الخاص بمشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لإحالته إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة. وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية. وفي النهاية نذكركم اشتراككم في قناتنا شرف لنا وفائدة لكم، سؤالك يهمنا وواجبك علينا الرد، إعجاب بسيط أكبر شهادة شكر لينا، ونشرك للفيديو يمنحك أجر من أنشاءه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم.